السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكلة سهلة وسريعة. هنعمل مع بعض رز معمر. دلوقتي هنحط 3 معالق سمنة بلدي، وهنحط معاهم معلقتين زيت كبار زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبهم على النار يقدحوا جامد عشان لما نيجي ننزل عليهم بالرز يكون السمنة والزيت سخنوا زي ما انتوا شايفين كده. نزلنا عليهم بالرز يا حبايبي، هنديهم بقى تقليبة، نخلي الرز كل حباية غرقانة في السمنة والزيت دي، غرقانة عشان بقى ايه الرز يطلع معاكي مفلفل وتحفة. بصوا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بقلبه ازاي، زي ما انتوا شايفين كده، سهلة وسريعة. وبصي مش هتكملي نص ساعة ويكون ايه الاكل بتاعك خلصان، وتحمري جنبهم شوية بطاطس ولو عندك بيض والدنيا تبقى مية مية. شايفين الرز يا حبايبي؟ شايفين عامل ازاي؟ كله متغرق في السمنة والزيت اللي انا حطيتهم. الرز بيطلع معاكي مفلفل وتحفة، بعد الحركة دي بيطلع معاكي خطير. هنا بقى بنكون مغليين اللبن ومستنيينه. هنحط دلوقتي معلقتين ملح زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اكلة مفيش اسهل من كده، وبيطلع طعمها تحفة. هنقلب بقى الملح كويس جدا عشان ما يبقاش فيه حتة حادقة وحتة لا، هنقلبه مع بعضه. بعد كده هنكون غاليين اللبن ومجهزينه. زي ما انتوا شايفين قلبنا الملح كويس في الرز. هننزل بقى باللبن. بصوا تحفة تحفة بجد يا جماعة، جربوها مش هتندموا وهتدعولي والله. زي ما انتوا شايفين، شفتوا اللبن مغلي وجميل كده. بقى انا عندي معلقتين قشطة هننزل بيهم عشان يعملوا وش حلو كده للمعمر. لو ما عندكيش قشطة ممكن نستبدلها بكوباية زبادي على معلقتين سمنة وتحطيهم برضو، هيديكي نفس النتيجة. انا مش بقولك وقفي اي حاجة، اللي موجود عندك. بس اللي هو عشان هو انا مش هعمل جنبه لا فراخ ولا لحمة، فالقشطة دي بتخلي طعمه حلو. هنا هنحط نص معلقة سكر عشان يخلي وشه احمر كده وجميل زي ما انتوا شايفين. شايفين يا جماعة المنظر شكله تحفة. هننزل بقى، يكون احنا بقى ايه مشغلين الفرن من اول ما ابتدينا نشتغل فيه زي ما انتوا شايفين. وهنحطه بقى ندخله الفرن يا جماعة، وهنشغل الفرن من تحت. شايفين طالع عامل ازاي؟ اللهم بارك، تحفة. جربوه والله العظيم هيعجبكم جدا وادعولي. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان ينزل لكم كل جديد.